الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا وقائدنا وأسوتنا وقدوتنا سيد الوجود ومفتاح باب الشهود، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وعلى التابعين وأتباع التابعين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هناك قاعدة أصولية غاب عنها كثير من الناس، ولغياب هذه القاعدة الأصولية تفجرت خلافات كثيرة على شرعية الاحتفال بمولد سيد الأولين والآخرين. هذه القاعدة قاعدة بسيطة مكونة من بضع كلمات. القاعدة تقول: الترك ليس دليلا على المنع. الترك ليس دليلا على المنع. هذه قاعدة أصولية فقهية. أصلت على هذه القاعدة فرعيات كثيرة تتعلق بالأحكام الفقهية، لأن هناك فرق بين الحكم الشرعي والحكم الفقهي، لأن كثيرا من الناس من يخلط بين الحكم الفقهي والحكم الشرعي. بعجالة، الحكم الشرعي هو المنصوص عليه في كتاب الله وفي سنة سيدنا رسول الله الصحيحة. هذا اسمه الحكم الشرعي. يعني الصلوات الخمس حكم شرعي، لكن فرائض الصلاة حكم فقهي. قراءة الفاتحة حكم فقهي. التسبيح في الركوع حكم فقهي، وهكذا. ولذلك لا يوجد خلاف بين الفقهاء عامة ولا حتى من أي فرقة من الفرق، سواء كان من أهل السنة أو المعتزلة أو الشيعة أو الخوارج، يختلفون أن المسلم يجب عليه أن يصلي 5 صلوات في اليوم والليلة. لكن إذا جئت للحكم الفقهي تجدهم يختلفون في ذلك. مثلا الفاتحة فرض في جل الصلاة في مذهب الإمام مالك. في جل الصلاة يعني في أكثر الصلاة. يعني الرأي المشهور عند المالكية إذا كانت الصلاة رباعية مثل صلاة الظهر مثلا، فالفاتحة فرض في 3 والسنة في 1. ولذلك لهم رأي إذا نسيت الفاتحة ممكن تسجد سجود سهو. عند الشافعية وعند الحنابلة فرض. عند الأحناف ليس بفرض. وكل طبعا له دليله يرجع إليه في مظان كتب المذاهب المعتمدة الفقهية. ده اسم الحكم الفقهي. لابد من التفريق بين الحكم الشرعي والحكم الفقهي، لأن الحكم الشرعي ليس هناك مجال للعقل أن يختلف فيه. لا يختلف أحد أن الزنا محرم، ولا يختلف أحد أن صيام شهر رمضان فرض، لكن نختلف في تبييت النية، هل هي فرض أم غير فرض، هكذا. أرجع إلى القاعدة الأصولية. فرقنا بين الحكم الشرعي والحكم الفقهي. ثمرة الخلاف
بين التفريق بين الحكم الشرعي والحكم الفقهي أن الحكم الفقهي مجاله مجال الاجتهاد، ولذلك الأحكام الفقهية عامة أحكام ظنية ليست أحكام يقينية، لأنها مبنية على أصول اعتمدها الفقيه المجتهد الذي وصل إلى مرتبة الاجتهاد المطلق كأمثال الأئمة العظام، أمثال الإمام مالك والشافعي وأحمد والبخاري والسفيانين وهكذا. من هنا أصل الفقهاء أصولا بنوا عليها الأحكام الفقهية. من ضمن آلاف القواعد التي تدرس في علم أصول الفقه قاعدة مهمة جدا، هي قاعدة الترك ليس دليلا على المنع. معنى هذه القاعدة أن الشريعة جاءت بافعل ولا تفعل. صلي افعل، صم افعل، زكي افعل، لا تقتل لا تفعل، لا تسرق لا تفعل. إذن الشريعة الأحكام الشرعية ما بين افعل ولا تفعل. هناك نقطة وسط بين هذا وهذا وهو المسكوت عنه. المسكوت عنه، المسكوت عنه كما جاء في الحديث إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة بكم. وسكت عن أشياء رحمة بكم هي بالضبط قاعدة إيه؟ الترك ليس دليلا على المنع. وهناك من هذه النظرة الفقهية الأصولية بنى الفقهاء الكثير من الأحكام الفقهية التي لم توجد في عصر النبوة ولا في عصر السلف الصالح، وألحقوها بقواعد التشريع. وأضرب على ذلك مثال أو أمثلة. القرآن الكريم حينما كان ينزل على قلب سيدنا رسول الله كان رسول الله له كتبة يكتبون ما يملي عليهم من كتاب الله سبحانه وتعالى، وحد الله، فيكتبون القرآن. وانتقل النبي إلى الرفيق الأعلى ولم يجمع كتاب الله سبحانه وتعالى في كتاب واحد. عرضت فكرة جمع القرآن حينما استحر القتل في كثير من الصحابة، فأشار سيدنا عمر على سيدنا أبي بكر أن يجمع القرآن في إيه؟ في مصحف واحد. خد هويني شوي. شوف بقى نظرة الفقيه الصحابة سوف ينظرون إلى تلك المسألة ويتناقشون حولها من خلال ما قعد لهم وأصل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى خلال ما فهموا من منطوقات القرآن ومن منطوقات النص النبوي الشريف. عندنا سيدنا عمر أشار إلى جمع القرآن. أولا انتقل الرسول ولم يجمع القرآن في كتاب واحد، إنما كان مكتوبا في الصحف وعلى جذوع النخل وهكذا الأدوات اللي كان يكتب عليها في هذا العصر. بنظرة الفقيه سيدنا عمر أراد أن يحفظ القرآن. حفظ القرآن واجب على الأمة أم غير واجب على الأمة؟ واجب على الأمة، واجب تحفيظه وتعليمه وكتابته وضبطه. ونشأ من قول سيدنا عمر هذا نشأ علم كامل يختص بعلوم القرآن الكريم، من كتابته، من تنقيطه، من تشكيله وهكذا، من تربيعه، من أجزائه. فإذا أشار سيدنا عمر إلى جمع القرآن. هذا لم يكن على عهد رسول الله، فسيدنا أبو بكر قال لا أفعل شيء لم يفعله رسول الله. نظرة فقهية.
لكن حينما ناقشهم على الأدلة الإجمالية من فهم كتاب الله وفهم القواعد العامة من الشريعة رجع على رأي مين؟ سيدنا عمر، فجمع القرآن الكريم. طيب، حضرة النبي عليه الصلاة والسلام هناك أمور كثيرة جدا جدا تركها ولم يقل فيها افعل ولا تفعل، فبنى العلماء قاعدة الترك ليس دليلا على المنع أحكام كثيرة جدا. ومن هنا جماهير الفقهاء اتفقوا أن البدعة أولا تنقسم إلى بدعة مذمومة وبدعة محمودة، ثم قسموا البدعة المحمودة إلى 5 أقسام المعروفة، تكون بدعة فرض وتكون واجبة وتكون مستحبة، الأحكام ال5. لما نجي في الاحتفاء والاحتفال بمولد سيدنا رسول الله، أولا لا بد أن تفرق، لا يوجد عاقل على وجه الأرض يختلف على الفرح بمولد رسول الله. هذه نقطة اتفاق. حتى الناس اللي بيقولوا أن الاحتفال بمولد النبي بدعة مذمومة لا يختلفوا معنا أن الفرح بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء محمود، بل لو حزن أن الرسول ولد يخرج من الإسلام. فنسي حضرة النبي. إذا نتفق أن الفرح بمولده لا يختلف عليه أحد، إنما الاختلاف جاء في كيف نفرح به. في الشكليات، هل نحتفل به بقراءة القرآن ولا بالسيرة ولا بدروس الفقه ولا هكذا، جاء الاختلاف من هنا. فعلماء أصول الفقه جاءوا أرادوا هذا، طبعا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل اللي هو موجود حتى حاليا معنا لم يكن على عهد النبي صحيح، ولم يكن على عهد سيدنا أبو بكر صحيح، ولا سيدنا عمر ولا الخلفاء ولا الأئمة، إنما حدث يعني ما يقرب من القرن الثالث الهجري. خلاص كده؟ طيب، حدث في الإسلام يجتمع الفقهاء ويجتهدوا، هذا الحدث هل هو بدعة مذمومة أو بدعة محمودة على الأصول والقواعد التي وضعوها وضبطوها لفهم الشريعة وفهم النصوص. صلينا على حضرة النبي. فنظروا وجدوا قالوا أولا لا يختلف أحد على الفرح بمولد رسول الله، ولذلك أكثر واحد حزن على مولد النبي مين؟ حزنا إبليس وأعوانه. فمن يحزن في ليلة مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الجمع وعلى هذا الاحتفاء وهذا الفرح فهو من حزب إبليس وأعوانه. وأكثر من فرح بمولد رسول الله هم الملائكة والأحناف الذين كانوا ينتظرون مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني هناك أهل الظلمة وهناك أهل النور. أهل النور فرحوا بمولد النور، وأهل الظلمة يخافون من النور، فلا تكن مع أهل الظلمة إنما كن مع أهل النور. فأرسلوا قواعدهم، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحتفل معكم، اقرأوا جميع الكتب، فتشوا في المخطوط والمطبوع، لن تجد حديثا ولو ضعيفا أنه ينهى عن الاحتفال بمولده. يبقى مشينا من قاعدة لا تفعل. طيب، قال احتفل، نعم، ولكن اسمه الدليل هنا اسمه ليس دليل قطعي، اسمه دليل ظني. واحنا اشترطنا من الاول ان الاحكام الفقهيه مبنيه على الادله الظنيه، معظم الادله الظنيه اجتهاد. قالوا ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
كان يواظب على صيام يوم الاثنين والخميس، والحديث صحيح ومعروف ومشهور. لما سئل عن صيام يوم الاثنين قال ذلك يوم ولدت فيه. الفقيه، هذا نص نبوي، الفقيه ينظر إلى هذا النص، عايزين نستنبط حكم أو أحكام من هذا النص، ولا هو نص كده وخلاص، لا، نستنبط حكم. الحكم الأول أن صيام يوم الاثنين سنة، والسنة إذا فعلتها تثاب، وإذا لم تفعلها تلام، مش تحافظ، تلام. يبقى إذن صيام يوم الاثنين سنة. طيب، نستنبط منها كأن الفقيه يسأل رسول الله، والصحابة بنظرية الفقيه سألوا رسول الله: لما تصوم هذا اليوم؟ العلة، علة الحكم هنا، علة الصيام. قال: ذلك يوم أو ذاك يوم ولدت فيه. طب وما معنى ذلك يا رسول الله؟ كأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرح بإيجاد الله سبحانه وتعالى له في هذا اليوم المبارك وفي هذا اليوم الأغر الذي ما طلعت شمس من أول بدء التكوين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أعظم ولا أشرف ولا أجل ولا أكرم من ساعة مولد رسول الله. بل جاء كما جاء في الصحيح أن الله سبحانه وتعالى كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله فضل زمنه، قال: بعثت في خير القرون. طب يعني ايه في خير القرون؟ ما هناك زمن سابق قبل إيجاده الشريف، ولن يأتي زمن بعد إيجاده الشريف فضل الله هذا الزمن أشرف من ساعة ميلاد رسول الله، فهو بعث في خير القرون. بل إن الكرم امتد لأجل هذا الكرم إلى ما بعده ب3 قرون، ثم الذي يليه ثم الذي يليه. من هذا النص النبوي الشريف جاء العلماء وقعدوا وأصلوا أن الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سنة نبوية متبعة، لكن شكل الاحتفال هذا اجتهاد. ممكن تمدح النبي ده شكل، وممكن تصلي على النبي ده شكل، تقوم الليل شكل، تصوم شكل. والأفراح والأعياد في الشريعة لها أشكال مخصوصة. يعني هناك عيد تصوم فيه، وهناك عيد حرام الصوم فيه. عيد الفطر حرام الصوم فيه، وعيد الأضحى. لكن الاحتفال بنجاة سيدنا موسى عليه السلام تصوم فيه. إذا ده اسمه شكل من الأشكال. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطانا أشكالا في الأفراح، لكن تندرج تحت الأصول العامة في التشريع. يعني ما ينفعش إن أنا أحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يجيب شيء مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. إذا الدليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي احتفى وفرح بمولده صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الصحابة ما غاب عنهم أبدا الاحتفاء بمولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما ضعفت الهمم وغابت السيرة عن كثير من الناس، فكر العلماء أن يجمعوا الناس في كل أسبوع أن يحتفلوا بمولد رسول الله، فأسس أرباب السلوك أنهم يقيموا مجالس الذكر يوم الاثنين والخميس. فهذه قاعدة أصولية مهمة جدا تحفظوها دائما، هتحل عندنا إشكالية البدعة. هناك افعل ولا تفعل، وما سكت عنه الشارع
فهو في أمر مباح، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما جهلنا. وأختم بأن سيدنا الحافظ جلال الدين السيوطي ألف كتابا ماتعا لا بد لكل مسلم أنه يرجع إليه، حسن المقصد في عمل المولد، فقد أطلب وزاد وجمع الأدلة من نصوص القرآن ومن نصوص السنة ومن أقوال العلماء. والحمد لله رب العالمين، مؤسسة الأزهر الشريف من أول ما بدأت من 1000 عام بعلمائهم وحفاظهم وفقهائهم وأصوليهم على شرعية الاحتفال الشرعي بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله. نشكر فضيلة الشيخ فتحي سعيد عمر الشاذلي على هذه الكلمة القيمة التي أزال فيها أتربة الغفلة وشبه المدلسين حول شرعية الاحتفال بمولد سيد العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونهيب بالمسلمين عامة وأهل الطريق منهم خاصة ألا يروا لهم مرجعية دينية إلا الأزهر الشريف، فهو رافع راية التوحيد وحامي هذا الدين الحنيف. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحافظ على علمائه وأساتذته وطلاب العلم الشرعي فيه. والآن مع استزادة كريمة مع ابن من أبناء الأزهر الشريف وفضيلة الدكتور محمد محمود، فليتفضل مفتوحا له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا محمدا رسول الله أبا الزهراء يا نعم المرجى ويا نعم المؤمل يا مؤيد. عليك الله رب العرش صلى، كذا الأملاك صلوا على محمد. ويوم الحشر ملجأ الخلق طرى، جميع الخلق تأتي إلى محمد. رأى مولاه رب العرش حقا، وما نظر الإله سوى محمد. حبيب الخلق مقبول مشفع، بيوم الحشر شافعنا محمد. وفي التوراة والإنجيل يتلى ثناء الله جاء على محمد. كذا القرآن فيه ثناء ربي على المختار سيدنا محمد. وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد. ترى فرجا قريبا يا أخانا، وأسرارا لمن ذكروا الصلاة على محمد. يصلي الله رب العرش 10 على عبد يصلي على محمد. ولا تنسى رسول الله يوما، فما أحلى الصلاة على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فلقد فرح الكون كله بمولد رسول الله،
وجاءت البشرى بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم للكون كله، فالجن والإنس والطير والحيوان والكائنات كلها فرحت بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا سواد بن قارب يأتي إلى سيدنا عمر ويمر على أمير المؤمنين عمر ويقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فيرد عليه السلام، فيقول سيدنا عمر: من الذي مر علينا؟ قالوا: هو سواد بن قارب الذي أتاه رأيه من الجن بمولد رسول الله. كان يعاشر الجن في الجاهلية، فاستدعاه سيدنا عمر: أما زلت على كهانتك وعلى صلتك بالجن؟ فغضب سواد وقال: يا أمير المؤمنين، ما استقبلني أحد بهذا منذ أسلمت، فأنا مؤمن وموحد بالله. قال: لا تحزن، ما كنا عليه من الكفر أشد مما كنت عليه من الكهانة. حدثني عن اتيان رأيك من الجن. قال: يا أمير المؤمنين، ذات ليلة وأنا بين النائم واليقظان إذ أتاني رأيي من الجن وقال لي: قم يا سواد بن قارب واعقل إن كنت تعقل، إنه قد بعث رسول من لؤي بن غالب صلى الله عليه وسلم. وأتاني في الليلة الثانية وفي الليلة الثالثة، فلما بعث رسول الله جاء سواد بن قارب إلى رسول الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ثم قال: فأشهد أن الله لا رب غيره، وأنك مأمون على كل غائب، وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطايب، فكن لي ومرنا بما يأتيك من شرع ربنا، وإن كان فيما قلت شيب الزوائب، وكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن قارب. وأعلن إسلامه. فرح الكون بمولد رسول الله، فكان إذا مر رسول الله بعد مبعث أو قبل البعثة على حجر يقول الحجر: السلام عليك يا رسول الله. فقال الحبيب المصطفى: إني لأعرف حجرا كان يسلم علي بمكة قبل أن أبعث، إني أعرفه الآن. ثم لما كان رسول الله في الغار وكان الصديق أبو بكر مع رسول الله، إذا بسيدنا أبي بكر يحاول سد الجحور حتى يحمي سيدنا رسول الله، فلدغ الثعبان سيدنا أبا بكر، وبكى سيدنا أبو بكر، ونزلت دموع سيدنا أبي بكر على سيدنا رسول الله. فاستلهم أحد الشعراء من هذا الموقف كأن الثعبان لدغ سيدنا أبا بكر لما حجب عنه نور رسول الله. فقال الشاعر على لسان الثعبان: رسول الله يا هادي، ويا تسبيحة الحادي، ويا ترنيمة الحادي، ويا تسبيحة الركبان في الكثبان والوادي، لدغت صفيك الصديق حين هفى لإبعادي، وخفت أذوق حرمان السنا من نورك الهادي. فرح الكون كله بمولد رسول الله، ورأينا الصديق أبا بكر كيف عظم رسول الله، وكيف أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنه فرح فرحا شديدا يوم الهجرة. تقول السيدة عائشة: ما عرفت أن أحدا يبكي من شدة الفرح إلا لما رأيت أبا بكر يبكي من شدة الفرح. وفي هذا يقول أحد العارفين:
ورد الكتاب من الحبيب بأنه سيزورني، فاستعبرت أجفاني، غلب السرور علي حتى إنني من فرط ما قد سرني أبكاني. يا عين صار الدمع عندك عادة تبكين من فرح ومن أحزان. ثم يقول أحدهم عندما زار حبيبه فلما طرق بالباب سأله حبيبه من بالباب؟ قال بالباب أنا. قال لا تقل أنا فلا فرق بيني وبينك. قال لي الحبيب لما زرته من بالباب؟ قلت بالباب أنا. قال أخطأت تعريف الهوى عندما فرقت فيه بيننا، ومضى زمن فجئت أطرق الباب موهنا، فقال من بالباب؟ قلت انظر فما ثم إلا أنت بالباب هنا. قال أحسنت تعريف الهوى وعرفت قدر الحب فادخل يا أنا. هكذا قال الحب لرسول الله، وهكذا فرح الكون كله بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبآل بيت رسول الله. وصدق أحد العارفين بالله عندما قال عمن اتهمه بأنه لن يفوز إذا فرح بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قالوا تشقى بحب آل النبي. قلت هذا كلام غاو غبي. قالوا تشقى بحب آل النبي. قلت هذا كلام غاو غبي. فاز كلب بحب أصحاب كهف، فكيف أشقى بحب آل النبي. اللهم اجعلنا من أحباب رسول الله، اللهم اجعلنا من أحباب رسول الله. اللهم أوردنا حوضه ولا تفتنا بعده، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. أعاد الله هذه الذكرى على الأمة الإسلامية بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والله أعلى وأعلم. جزا الله فضيلة الدكتور محمد محمود عنا خير الجزاء، وجعل ما أنطقه الله به في ميزان حسناته، ونفعنا الله وإياكم بما سمعنا، ورشدنا الله وإياكم بطريق الهداية إنه ولي ذلك والقادر عليه. عندما نتحدث عن مولد الهادي صلى الله عليه وسلم لا نتحدث عنه من حيث أنه ذكرى، فالذكرى لا تكون إلا بعد نسيان، والمصطفى صلى الله عليه وسلم حاضر في كل ذرة من ذرات الأكوان. فهذا الإمام الشاذلي إمام هذه المدرسة وأستاذها الأكبر يقول لو حجب عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما عدته نفسي من الأحياء. لذلك وعلى هذا المنهج درج العارفون بالله جميعهم، حتى أن سيدنا الإمام أحمد الرفاعي في صلاته المشهورة عنه وصف رسول الله بأنه روح جسد الكونين، وقال في ذلك والله لو علمت روحي لمن عشقت لسارت على رأسها فضلا عن القدم. إنما يكون الاحتفاء به صلى الله عليه وسلم على أنه موسم هبت فيه نفحات الإيمان، وعلى كل مؤمن موحد أن يستلهم من هذه النسمات الإيمانية ما يكون
عونا له على سلوك الطريق إلى الله تبارك وتعالى. فما حب المصطفى صلى الله عليه وسلم خطبا تدبت ولا أشعارا تنشد، وإنما سلوك يرى في أعمال الموحدين. ولله ضر سيدنا العارف لله البحر الراوي سيدي أبو الوفاء الشرقاوي عندما قال: سيدي يا رسول الله، ومذهبي أنك تسمو وتعلو أنت، يبدي لساني في وصفكم قولا، وكيف توصف والأكوان قاطبة في ظل أعتابكم تستنصر الفقر، أخفي حبي لكم صونا لرفعتكم، فلست لحبكم في الورى أهلا. عود كريم مبارك مع تلاوة زكية مع فضيلة القارئ الشيخ حسن عشري، فليتفضل مفتوحا له. صلوا على الحبيب.